رجعت لكم من قناه الاهلي وحلقه ان شاء الله هتبقى جميله. نفسي هفاني على حاجه حرشه اللي هرده. يبقى كبده اسكندراني يا ولي. يا بوي دي حرجه قوي بموت فيه. ماني مش هخليك تقعد من كتر الحرجان. اكده امال ايه؟ ده انا نفسي اولع فيك. ليه بس يا اخوي؟ المهم كل هنعملها ازاي؟ صورتين انتشروا على فيسبوك، عايز اعرف ردك او تعاملك معاهم كان ازاي كمدير للمنتخب لما حضر احد الشخصيات اللي هي ليس لها تواجد في الجهاز الفني اللي هو ناصر البرنس، بره اي حاجه شخص محترم وشخص على الدماغ من فوق. الناس قالت لك ده قاعد على المنتخب في المقصوره بيعمل ايه؟ عملت ازاي مع الموضوع؟ تنكر ان انت رحت له واتكيفت من الاكل يا ريس؟ انا تنكر؟ ما انكرش يا ريس، انا بقول لك شخص محترم. ده ميشيل ينكن مع بنته واسرته عند ناصر البرنس صديقي العزيز في امبابه، واكله طبعا وما احلى ترم بدنك عند ناصر البرنس، حاجه ملهاش حل يا جماعه. فميشيل ينكن كان هناك بيرم العظمتين وبيديها شوربه كوارع وبيظبط يا حبيبي طواجن واديله عند ناصر البرنس، انسى اي حاجه. نص كيلو كبده بتلو، بصل طماطم خل وثوم، ملح وفلفل زيت وشطه، بقدونس كمون ليمون. نص كيلو كبده بتلو، بصل طماطم خل وثوم، ملح وفلفل زيت وشطه، بقدونس كمون ليمون وفلفل حامي. طيب خلينا نتاكد من موضوع النني. ناصر النني، كابتن ناصر النني. يا كابتن ناصر مساء الانوار. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا فندم؟ ازي صحتك؟ ازيك يا ابو كباتن؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام والله العظيم، ده التليفون نور والله. وازاي صحتك يا كابتن؟ ربنا يوفقك دايما كده. ربنا يخليك يا كابتن ناصر. هو احنا كان طبعا الكابتن وليد صلاح الدين يعني مشرفني. طبعا عمي. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. ازاي صحتك يا كابتن؟ سؤالنا اللي كنا بنطرحه لما كان النني في النادي الاهلي، مين المدرب اللي مشاه؟ هو ما مشيش، مش حد مشاه، هو اللي مشي. مين؟ لا بقول لك ايه، لا بقول لك هو في حد هيمشي بالاهلي برضه؟ لا قول لنا يا كابتن ناصر. هو اللي مشي ساعتها، هو كان ساعتها مخنوق راح ماشي. لا مين كان مدربه؟ طب حتى لما هو كان مخنوق ومشي. مين اللي كان مخنوق؟ كان مين اللي كان مدرب لما هو كان مخنوق ومشي؟ كان مانو جوزيه. لا مانو جوزيه ايه؟ الناشئين. ده في الناشئين يا كوتش، بكلمك عن الناشئين. في الناشئين انا بحسبك في معلش انا اسف. لا هو النني لعب مع مانو جوزيه اساسا؟ لا معلش هو صحوني من النوم بالتليفون ده. لا خد راحتك كده على بالك. النني ربنا يخليك لما كان في قطاع الناشئين في النادي الاهلي في مشي في مرحله سنيه معينه. ايوه كان مين مدربه في المرحله دي؟ انا والله العظيم معلومه مش موجوده عندي انا عشان بصرحك فعلا. بس احنا دي حقيقه. عايزين اماره ان هو الكابتن ناصر النني. انت الاول انت الكابتن ناصر النني ولا حد تاني؟ لا انا ناصر البرنس. ايوه ناصر البرنس. ازيك يا حاج ناصر؟ يا حاج ناصر مساء الانوار. ايه يا قاضي؟ ايه رايك فيا؟ الله ينور عليك، الله ينور عليك. والله لقيتها من اول كلمه يا كابتن. بص اول ما قال لك ازيك يا استاذ عرفت بقى. لا اصل محمد القاضي هتلاقيه فتح الموبايل بتاعه فاختلف الاسمين فوق بعض. هي عموما فرصه سعيده يا كابتن ناصر. بقول لك يا برنس، ما تطلب لنا واحده سيفن او حتى سبورت. لماذا؟ اصل الاكل تقيل بس زي العسل، وانت طلعت عيل كذاب. هل الساندوتش اللي بجنيه وبنص جنيه وب2 جنيه ده ليه كبده؟ لا كبده هي كبده مستورده برازيلي وبتاع مش عارف ايه كده، هو بيقول لك يعني كبده يعني. بس كبده حيوان بس مستورده فيها زفاره سنه يعني او جاموس مش عارف. لا الجاموس بقى في الجاموس عايز يطمن انها كبده يعني. هو قال لك كبده حيوان، ما حدش كبده بس مستورده كده بقى 9. نعم متأكد من سلامة الكبدة دي؟ حضرتك بتصلي على النبي، الكبدة دي طازة ولسه الحيوان مقتول دلوقتي والكبدة خارجة من بطنه. كويس. بتحاول من خلال البطولات بتاعتك اللي بتاخدها المحلية، بطولة الدوري. احنا بنتكلم يا استاذ ناصر لو سمحت، احنا بنتكلم يا استاذ ناصر. اتفضل. هو في حد زعلك كده انا شايفك وبعد كده سبت الاكل وطلعت تجري وراه هنا؟ لا ده انا بجيب المخاص بتاعت حضرتك. ناصر البرنس يا جماعه واحد بس في مصر، والبرنس مكسر الدنيا وعامل قلبان في امبابه. فميشيل ينكن كان هو واسرته هناك واتلمت عليهم الجماهير واشتغلوا بقى ايه
اهلي اهلي، وكانت الدنيا جميله وزي الفل. فكل التحيه لميشيل يانكون، وكل التحيه لصديقي العزيز ناصر البرنس ملك الحبشكلانات ونمره واحد في الاكل في مصر كلها بصراحه. ممكن اقول لسعادتك حاجه؟ الراجل ده بيعمل كبده 100 100، الراجل ده صح الصح والكبده صح الصح. انت مال امك، مال امك انت. كوبر هياكل الفته بتاعتك؟ ياكل فته، وكان بودي له تيك اواي وبتاع، واللعيبه كلها ما شاء الله بتاكل الحاجه الخفيفه، وربنا يكرمهم بس ويعملوا حاجه في كاس العالم ان شاء الله. مستر كوبر خف شويه، مش مطمن للكميه. بوينو فتا ضرب الفته. طيب ناصر البرنس ده مره راح مع النادي الاهلي اليابان، واخد لهم كبده اليابان لبركات والله بركات وابو تريكه مش ممكن، واخد لهم كبده في ثلاجه وهيعملها هناك فعلا. انا رحت مره واحده مع وليد دعبس عنده يعني الحقيقه. حبيبي ناصر البرنس له مني كل التحيه والتقدير. هو برنس واحد في مصر اسمه ناصر البرنس ملك الاكل كله. حبيبي يا نصور. هنقطع الكبده شرايح ونكعبها